السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال يا ربي. ندخلوا في الموضوع. الله على خبر يا رضا، هذا خبر زوين بزاف بزاف بزاف. هذا الخبر هذا ديال الزواج اللي قلتي اليوم، والله يكمل عليك بالخير. ساره انسانه حنينه وبنت الناس وكدير الخير، تكل على الله. احسن حاجه غادي ديرها. ديك البنت مربيه صراحه، مربيه بزاف وغزاله. انا بعدا كتعجبني بزاف بزاف، وكل شيء فيها التاويل، فيها الحداقه، فيها الظرافه، فيها جامعه، كل شيء صراحه. وانت غادي دير اجار وتهلا في دوك الوليدات وتربيهم معاها، وحتى هما مربيين صراحه، مربيه وليداتها احسن تربيه. وكيف قلتي على عائلتك، واش غتوافق زعما واش توافق لك باش تمشي معاك؟ من طبيعه الحال عائلتك ناس متفاتحين، اكيد غادي يمشيو معاك ويخطبوها ليك. ما تنظنش زعما غادي يقولوا لك لا، حيت اكيد هذيك هي الانسانه المناسبه لك، اكيد هي الانسانه المناسبه وتستاهل فيها الانسانيه. شوف غير اش دارت مع امي السعديه، دخلتها عندها للدار وحسبتها بحال الام ديالها، تبارك الله، مهليه فيها وكدير ليها اللي بغات وكتضحك معاها، كدوز معاها النهار بالضحك، ما كتخليهاش تحس بالوحدانيه. ما كتخليهاش تحس بانها برانيه، كتعامل معها واحد المعامله اللي زوينه بزاف، وكدير لها خاطرها بزاف بزاف. خاصك غير تفكر مزيان في هاد الخطوه هذه اللي بغيتي دير، وما ديرش شي حاجه زعما اللي تندم عليها. كيف المره الاولى اكيد، حيت في الاول كتبدا تشكر وهادي والله يعمرها دار وزوينه ودايره، وفي الاخر كتبدا تعير. بطبيعه الحال خصك تفكر مزيان في هاد الخطوه هذه اللي بغيتي دير. ودابا كتقول انا فرحان وباغي نتزوج وهادي وهادي، في الاخر عاد غيبداو يبانوا لك عاوتاني العيوب. لا، عاد تبدا تبان لك عاوتاني خايبه، عاد تبان لك عاوتاني ما حادكاش، عاد تبان لك عاوتاني. لا، خاصك تفكر مزيان في هذه الخطوه وتشوف كاع داكشي اللي بغيتي، واش كاينين فيها ولا ما كاينينش. واكيد تفكر مزيان في شي حوايج، ماشي حتى الاخر عاد تحطوا ليها في السطالو اللي جاي طل كيف كتقول. وتبدا تتعاطى معاها وهادي وهادي. هي كيف راك عارف راه بوليداتها، وانت غادي دير خير في هذوك الوليدات اكيد. وحتى هي جا الوقت باش تفرح مسكينه شويه، راح حتى هي ما داش عليها القليل، يكفي داك العذاب اللي عاشته صراحه. والمرض مسكينه اللي كتعاني منه، الله يشافيها، كنتمناو ليها الشفاء يا ربي. أه وهي الله دارت مسكينه عمليه على القلب، كنتمناو ليها الشفاء يا ربي. المهم تصالح مع كنتمناوها تصالح مع والديها، حتى الا تصالحات مع والديها، راه الوالدين شي حاجه اللي هي كبيره في هذه الدنيا، باش ربي يبارك ليها في هذا الزواج هذا، ويبارك ليها في اي حاجه حطات فيها يديها. كنتمناوها تصالح معاهم وصافي، ان الله غفور رحيم. ولكن انا رايي ملي تزوجوا ام السعديه بلا ما تجيبها عندك، كيف قلتي تجي عندي ام السعديه وتبقى معنا هنايا وهذه. انا كنظن باللي من الاحسن تخليها مع والدين ساره، حيت حتى هي عندها مشاكل صحيه وعندها مسكينه وليداتها، يا ربي غير تكافى معاهم. ام السعديه اكيد غادي تبغي اللي حتى هي اللي قابلها وغتبغي، وانت رضا كتبغي بغيتي الزوجه ديالك باش تكون في جنبك وتقابلك يعني تقدر ما تصبرش لهاد الشيء كامل، حيت ديجا ساره عندها وليداتها وعاد هي مريضه. عاد ام السعديه حتى هي مسكينه مرا كبيره، واخا راه كتشقى وكل شيء، ولكن مسكينه ما يعني واخا داك الشقا وداك الشيء ما ضروري خاص اللي يقابلها. من الاحسن تخليوها عند والدين ساره باش تعيشوا حياه زوينه، وحتى نتوما تبقاو هانين. مهم يا ريت هاد المره هادي تكون على قد كلمتك وتزوج ودير وليداتك حتى انت، واخا غير وليد ولا بنيه كيف قلتي. غير هو كيف قلت لك
فكر مزيان واش غتقبل ليها على اولادها، حيت الوليدات راه ما ساهلينش، وجوج وليدات، يعني الوليدات خاصك تصبر ليهم. الا شفتي شي حاجه يعني ما تبقاش تحقق بزاف، لا حققتي بزاف غادي توصلوا لشي حوايج عاوتاني خايبين. الانسان المهم يدير هكا وهكا. المهم خاص هاد الزواج هذا الا بغيتوه يكون زوين، خاصكم ما تطولوش بزاف. اكيد خاص يكون داكشي خفيف ظريف كيف قلتي، وبحال هكا تمشي تخطبها، ولا كانت شي حاجه ديروا له قيت اللي غادي تعاودوا تديروا فيه شي حاجه، شي اللي غديروا فيه بعد التكاتيب ضرب صداق، ومن بعد ثاني ديروا قيت ثاني اللي غديروا فيه هكا شي حاجه، تجمعوا عائله ديالكم ولا هكا جيران ولا شي حاجه هكا قليله، والانسان يتوكل على الله. حيت راه الزواج ماشي الزواج ماشي هو العرس ولا الهيلاله ولا جي عندي ونجي عندك، ولا الزواج راه هو المعقول. الزواج هو المعقول، وكيبغي المرأة تقبل على الراجل كيف هو، والراجل يقبل على المرأة كيف هي. ما يبقاش بيناتهم داك لا حكا انت فيك هاد العيوب، لا حكا انت فيك هاد العيوب. هذاك الشيء خاصو يتشاف في الاول، في الاول خاصو يتشاف ويعني الانسان راه كيبان. بحال دابا مثلا انت راه شفتي ساره بوليداتها، شفتيها كيف كتعيش، يعني قصتها كامله راك عارفها اكيد ملي عندها لاشين ديالها في اليوتيوب، والا غادي تكون القصه ديالها كامله عارفها. وحتى هي نفس المشكل، حتى هي راه شايفه القصه ديالك كيفاش دايره، شايفه كيف كتعيش، شايفه كيفاش كتعامل، شايفك ماشي شي حوايج بحال الشكل ديالك انت وحريوده. يعني كنتو كتعرفوا بعضياتكم مزيان، هي كتعرفك مزيان وانت كتعرفها مزيان، وفي الاخير ملي تفارقتوا عاد بانوا لكم شي عيوب، عاد بانوا لكم حكا راه انت داير هكا، عاد بانت لك هي كيفاش دايره، وعاد بانت لك شارفه، وعاد بانت لك. يعني هادشي ما خصوش يكون صراحه، ما خصوش يكون صافي. بين الزوج والزوجه خاص يكون الاحترام والتقدير. احترميني ونحترمك، ما خاصش يخرج كلام العيب، باش دائما كيبقى داك الاحترام بيناتكم. حيت الزواج بطبيعه الحال راه هو الاحترام، راه ما كانش الا ما كانش الاحترام راه ما كاينه حتى شي حاجه. الاحترام كيلعب دور كبير في الزواج، كيخليك اي حاجه بغيتي تقول كتضرب لها 100 حساب وحساب، ولا اي حاجه بغيتي دير كتضرب لها 100 حساب وحساب. يعني كيكون واحد الاحترام بينك وبين داك الانسان. نتمنى نكون وصلت الرساله، ونتمنى نكون قلت داكشي اللي خاصو يتقال. والمهم انا كنقول لك الله يوفقكم والله يكمل عليكم بالخير يا ربي. ما تنساوش البنات، لا عجبكم الفيديو ديروا لايكات وتشجعوا القناه ديالي، وبسلامه عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه.